بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الجمال عليكم يا احلى اخوات ومتابعين. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكي مخلل البصل زي عربيات الترمس. ايوه، مين فينا ما بيحبش مخلل البصل اللي زي على عربيات الترمس؟ وعايزين نعرف اللون الاحمر الجميل او سر اللون الاحمر بتاعه الجميل او الماده الحلوه اللي بيحطها فيه عشان خاطر يطلع لونه احمر وحلو كده في منتهى الجمال. بيبقى شكل مخلل البصل بتاع العربيات بيبقى شكله مميز جدا عن بتاع المحلات، بيبقى لونه حلو وريحته حلوه وكمان طعمه حلو. دي مش مخلل بصل، دي لؤلؤ، دي بيض متقشر صدقوني. اتمنى منك كده تشجعني باللايك والاشتراك وتعليق كده حلو منك، وخدي جوله بسيطه في قناتي المتواضعه ان شاء الله تستفيدي معايا. شايفه شكل مخلل البصل عامل ازاي؟ حلو قوي قوي وطعمه جميل جدا جدا. ومش هنسلقه ولا هنحط فيه كمان خل، هنعمله بطريقه يخليهولك مقرمش لاخر واحد. شايفه شكله عامل ازاي؟ بجد في منتهى الجمال. طب تعالي كده نصلي على النبي الاول وزيدوا النبي صلاه، وتعالي نشوف انهي بصل بيبقى حلو في التخليل، البصل الاحمر ولا البصل الابيض؟ لا، هو البصل الابيض اللي بيبقى حلو قوي قوي في تخليل مخلل البصل. البصل الاحمر ما بيطلعش طعمه حلو ولا لونه حلو كده، لكن المخلل البصل بيكون البصلايه البيضاء هي اللي بتبقى حلوه وجميله جدا. هننقي البصلايه الصغيره، وكل ما تكون صغيره كل ما تكون احلى واحلى. هنجيب البرطمان كده ومعايا هنا البصل زي ما جبته من السوق، ولا غسلته ولا نضفته ولا حتى يعني ما عملتش فيه اي حاجه خالص، بقشره اهوت. هنبدا نعبيه في قلب البرطمان. كل ما تنقي البصلايه يكون صغيره كل ما تكون حلو. البصل الاحمر بيتهرى معاكي وما بيبقاش طعمه حلو ولا لونه بيبقى حلو. هو احلى حاجه مخلل البصل اللي هو يكون البصل الابيض الصغير. عبيناه في قلب البرطمان بقشره ومن غير ما غسلناه ومن غير ما ننضفه. وبعد كده جبت معايا ميه عاديه خالص من الحنفيه، والشفشق الجميل اللي موجود ومتوفر عند اي حد دول. ضفت عليه 3 معالق كبار من الملح بس. هدوب كل الملح كده وهنزل بيه على البرطمان. صلوا على النبي وزودوا النبي صلاه، واشتركوا في القناه وخدوا جوله بسيطه كده، واكتبوا لي تعليقات حلوه كده منكم، وقولوا لي انت بتتابعيني من اي بلد. هننزل كده بالميه هي على البرطمان على البصل كده حلو كده. يعني انا حطيت كام واحده من البصل الاحمر، بس لما جيت اقشره ما لقيتوش حلو، بس الجزء دي اتحذف معايا. هنقفل عليه بقى كويس قوي وهسيبيه بقى يا ست الكل كده على الرخامه بتاعه مطبخك لمده 10 ايام، تحت الحوض تحت في المطبخ كده لمده 10 ايام. ما تفتحيش عليه ولا تيجي يمته. بعد ما يعدي عليه 10 ايام تعالي ما نفتحه ونشوف بقى شكله عامل ازاي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شوفي شكله هو لما فتحت البرطمان صدقوني كانت ريحته حلوه، ما كانش ريحته كريهه زي ما الناس مفكره ان هيطلع ريحه وحشه، ولا لقيتها حاجه خالص. جيت انزله كده حالف يا اختي ما ينزلش من البرطمان زي ما يكون عجبته القعده جوه البرطمان. وانا ماليش فقع ان انا انزل واحده بواحده، عايزين ايه؟ ادلق فيه مش راضي ينزل برضه لغايه لما نزلته بايدي واحده بواحده. اهو ادي شكله بعد ما عدى عليه 10 ايام. بعد كده هنبدا نقشره، هيتقشر معاكي بكل سهوله. هتيجي من عند الراس بتاعته اللي بيبقى فيها الشوشه بتاعه البصلايه كده بمعنى اصح، هتبداي كده تشيليها بالسكينه وتقوري كده الديل بتاع البصلايه اهون، وهيطلع معاكي كده يتقشر معاكي بكل سهوله. بجد كان طعمه حلو قوي قوي وريحته حلوه والله ما هيش وحشه، وبيبقى انضف واحلى بكتير من بتاع بره. الكميه كلها اللي انت شايفاها ديت ما كملتش 10 12 جنيه، كنت جايباها من السوق، يعني اوفر بكتير. كل ما هو رخيص اهون يلا قومي اعمليه في قلب البيت بتاعك بيبقى احلى بكتير. هتقشريه كده بكل سهوله زي ما انت شايفه كده اهون. بيتقشر معاكي خالص بكل سهوله، وبيرمي معاكي كميه. انت لو جيتي تجيبي كميه البرطمان دي من بره هتخش لها في 60 70 جنيه، لا ب 10 جنيه هتعملي البرطمان اهو. خدته بعد كده عند الحوض وغسلته كذا مرة. ركزي معايا، غسلته كذا مرة بعد ما قشرته، ودي خطوة مهمة جدا. هنعبيه بقى في برطمان التخليل بعد ما غسلناه كويس اهون. اللهم صل على النبي، زودوا النبي صلاة وكملوا الفيديو فيديو يا جماعة للآخر، ما تستعجلوش وتطلعوا من الفيديوهات، وإن شاء الله تستفيدوا معايا كده. هنعبي كده البصل معايا هنا اهون. تعالي بقى عايزين نعرف المادة الحمراء ايه اللي هما بيحطوها بتوع عربيات الترمس. معايا نفس الشفشق زودت عليه 4 معالق كبيرة ملح، ومية عادية خالص ما هياش مية مغلية ولا ايه حاجة خالص، اهي مية عادية من الحنفية. وهنضيف هنا بقى ايه؟ معلقة صغيرة كمان من السكر. ايوه معلقة صغيرة من السكر، هو بيخليهولك مقرمش لاخر واحدة. والمعلقة الصغيرة بتاعة السكر دي أنا باضيفها في مخلل الزيتون والخيار واللفت وفي كل المخللات، بتخليهولك مقرمش وفي منتهى الجمال. دوبنا الملح والسكر، تعالي بقى نشوف المادة الحمراء اللي بتوع عربيات البصل بيحطوها عليه عشان يديله لون حلو. حاجة اسمها لعلة.
اسمها ايه؟ لعلة. هقولها لك تاني، اسمها لعلة من عند العطار. هتدي له 5 جنيه وقولوا له انا عايزه لعلة. اللعلة دي بنحطها على البصل او مخلل اللفت، بيديله اللون الاحمر الحلو الجميل اللي انت بتشوفيه في قلب المحلات او على عربيات البصل. اهو اسمها ايه؟ اسمها لعلة، موجودة عند اي عطار. هنضيف منها ربع معلقة صغيرة كده، وتدوبيها كده معاهم وتقلبي كله مع بعض، وترج البرطمان وتسيبيه اسبوع او 4 ايام، وتفتحي عليه تاكليه، تبقى احلى مخلل البصل ممكن تعمليه. اشوفه في فيديو وجربيه، والسلام عليكم.